انا عارف ان المباريات كلها بدايتها سنتر، انما بدايتها هدف دي ما شفتهاش قبل كده. انما مباراة ريال مدريد بدأت الكرة مع توني كروس اللي بيرفعها كرة قطرية، الكرفغال بيستلمها على الطاير بيسددها جون. وهنا بعد كده المفروض الفريق فالنسيا يأمن دفاعاته ويرجع لورا ويلعب الهجمة المرتدة. بعد كده ما شفناش الكلام ده خالص. المدرب راح رافع سيفه على كتفه وقال لك هاجم هاجم هاجم، وده اللي خلى الملعب كله مفتوح ورا. لان هو لو مدرب ذكي ما كانش لعب على الاوفسايد مع في قدام فريق فيه فينيسيوس جونيور ورودريجو. هل انت عندك باك او عندك مدافع يجاري رودريجو او يجاري فينيسيوس جونيور سواء كانت على السرعه او المهاره؟ فهو الفريق كله بيدافع في كتله واحده، يعني في جنب الملعب، وتلاقي الجنب التاني فاضي، وهو ده اللي بيخلي معظم اللعيبه اللي معها الكره من ريال مدريد بتروح ناقله الكره قطريه الناحيه التانيه، فتبص تلاقي شوارع الناحيه التانيه. بعد ما تتكلم على الشوارع وتتكلم على العظمه دي كلها، فعندك فينيسيوس جونيور. يعني انت فينيسيوس جونيور بيحسسني ان هو مش لاعب كوره، لا بيحسسني ان هو حصان بيجري في الملعب، سواء من على اليمين سواء من على الشمال، سواء حتى في وجوده كراس حربه في الملعب بتلاقيه في كل حته في الملعب، سواء في الدفاع سواء على الجناح سواء في راس الحربه سواء في ال 18 سواء من بره سواء على خط ال 18، بتلاقيه في كل حته في الملعب. على الناحيه التانيه طبعا مش هنقدر ننسى ولاعب زي كامافينجا في نص الملعب اللي بتلاقيه زي الجحش بيجري في الملعب على خط ال 18، على خط ال 18 بتاعته، على خط ال 18 المنافس، على خط التماس، عند المرمى هنا مفيش كوره اللي قاطعها 100 ونور. ولكن بتهيألي ان فينيسيو ان كامافينجا هو في بدايه المباراه مفيش كوره بتتقطع منه الا بفاول ليه بياخد فاول من الخصم. ولكن ما تنساش برضو صاحب الفضل الاول هو حارس الريال اللي شال كورتين من دوره، يعني جنين. الكرة الاول اللي هي عدى وكلفت ناتشو في ظهره وراح مسدد وبيشيلها برجله، والكرة التانية اللي هي انفراد من وسددها. هو ممكن تكون توفيق جاي من ربنا، ولكن برضو متواجده في المكان ده وتوقع الكرة هو اللي ساعده. ولكن لو بصيت على الهدف التاني بتاع فينيسيوس جونيور هتلاقي ان الكرة اتلعبت للاعب زي رودريجو في مساحة يجري فيها الحصان، متساب كده مع نفسه. وده تعب المدرب ان هو فتح خطوطه وبيلعب على الاوفسايد في ظل وجود سرعات زي فينيسيوس جونيور ورودريجو اللي بيلعب الكوره بالعرض الملعب، ما لا بتلاقي لا بدفاع ولا تلاقي راس حربه ولا تلاقي حارس مرمى، بتلاقي غير فينيسيوس جونيور بيلعبها بصدره كده في الجون. طب انت يعني انت كمدرب وعارف امكانيات لعيبتك، ليه تهاجم؟ ليه تفتح خطوطك؟ ليه تلعب على الاوفسايد؟ ليه كذا ليه كذا ليه؟ يعني انا الشوط الاول ما عجبنيش ان المباراه بدات بهدف، فجيه الشوط الثاني قال لا خد هدفين. ولكن الهدف الثالث اللي هو في الشوط الاول هدف في الشوط الثاني يعني بيفكرني كده بهدف فينيسيوس جونيور في مانشستر سيتي الموسم الماضي. ولكن الهدف الثاني بتاع رودريجو هو بالنسبه لي مش خطأ من حارس المرمى على قد ما هو ذكاء من رودريجو. لان انت لو بصيت للكاميرا اللي من قدام المرمى اللي في نص الملعب هتلاقي ان بين الرؤية بين المسافة، هتلاقي ان رودريجو قطع في المسافة اللي بينه وما بين الحارس عشان يسد هتلاقي ان رودريجو قفل زاوية التمرير بين الحارس وبين اللاعب، فهي دي تحسب لرودريجو على قد ما هو خطأ من الحارس. ولكن اللي حرق دم في فريق فالنسيا انه مهما بعد ما خد الرباعية الاربعة ما امنش دفاعاته ورجع لورا، لا برضه كان بيهاجم او مش بيهاجم، يعني وقف في النص لا بينه هاجم ولا انه دافع وفينيسيوس جونيور او رودريجو ضيع اكتر من هدف بعد الهدف الرابع. ولكن في الاخر بعد ما جه الهدف الخامس وربنا كرم دوره بانه يسجل هدف تتويجا لمجهوده طول المباراة، كلمة اقولها لمدافع زي ناتشو، هو انت يعني كمدافع الشوط الاول عدت منك على خير لما دوره كلفتك بظهره حطك في ظهره وراح مسدد وانقذها لونيل. انما الشوط التاني انت مستني، انا طول عمري اعرف ان المدافع بيقطع قدام المهاجم عشان ياخد منه الكوره، انما ان المدافع يستنى المهاجم اللي يقطع قدامه عشان ياخد الكوره ويسجل جون، دي انا اول مره اشوفها. ولكن انت كأداء لعيب او كأداء مدافع ما تصلحش انك تبقى لاعب في ريال مدريد بهذه الاخطاء.